علا، انا نازل يا علا. انت نازل يا محمود؟ يا علا، عايزه حاجه ولا ايه؟ يا محمود، كنت عايزه اطلب منك طلب. قولي يا علا اللي انت عايزاه. كنت عايزه استاذنك يا محمود اروح ازور امي. عادي يا علا، ما تروحي. انا قلت لك بدل مره الف مره، مهما يكون الخلاف ما بيني وما بينها، انت في الاول وفي الاخر بنتها، وهي امك، وانا مش همنعك عنها خالص. وبعدين الحمد لله المشاكل ما بيني وما بينها هديت، وانا في حالي وهي في حالها. انا عارفه يا محمود، بس انا بستاذنك يعني ان انا اروح، وانت عايزني اروح من غير ما اقول لك؟ هو ده يصح برضه؟ يا حبيبتي انا عارف كل حاجه، روحي يا علا. انا هعدي على والدتك وانا نازله يا محمود، اشوفها برضه لو محتاجه حاجه هعملها لها، احسن تنادي عليا وما تلاقينيش. اللي انت شايفاه صح اعمليه يا علا. ربنا يهدي الحال يا محمود. يا رب يا علا. يلا، مش عايزه حاجه؟ عايزه سلامتك. لو عوزتي حاجه كلميني. حاضر من عينيا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مش عارفه كان لازمته ايه المشاكل دي كلها. كل واحد كان في حاله من الاول احسن، ولا في الاخر يتحط فوق دماغي انا. صباح الخير يا ماما. اهلا، صباح النور يا علا. عامله ايه النهارده؟ انا كويسه الحمد لله. عايزاني اعمل لك حاجه حبيبتي قبل ما امشي؟ لا يا علا شكرا. انت رايحه فين؟ انا رايحه عند امي. وقلت لجوزك يا علا؟ طبعا يا ماما. لو مش مصدقني كمان كلميه. انا قلت له هو ريدي ان انا اروح. طيب ماشي يا بنتي، انا بطمن عليكي بس عشان ما يحصلش خلاف ولا حاجه. لا يا ماما اطمني. ماشي يا بنتي. طب قولي لي لو عايزاني اعمل لك حاجه قبل ما امشي او اجيبها لك. لا يا علا كتر خيرك، انت عارفه انا بصحى من بدري واعمل كل حاجه. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. ربنا يصلح الحال ويهديك يا علا. ايوه حاضر انا جايه، انتوا فاكريني واقفه ورا الباب؟ ايه ده علا؟ اهلا يا حبيبتي تعالي. ازيك يا امي، عامله ايه؟ وحشاني قوي والله. وانتي كمان وحشاني. اقعدي يا علا، واقفه ليه؟ عامله ايه يا امي؟ وحشاني قوي والله. انا لو كنت وحشتي كنت سالتي عليا. لا وهتسالي عني ليه؟ ما تلاقيكي ماشيه ورا جوزك. ليه يا امي؟ ما انا جيت لك اهو. جيتيني لما استاذنتيه ولا ايه ده؟ ربنا ينتقم منه، خلصنا منه على خير. ليه كده بس يا امي؟ على فكره يا امي، هو ما بيجيبش سيرتي خالص ولا بيغلط فيكي. حتى لما قلت له ان انا جايه هنا قال لي روحي يا علا دي امك، انا مهما حصل مش هبعدك عنها. ابن اصول قوي بيفهم في الاصول. هي ده انت هنا يا علا؟ يا حبيبتي انا لسه جايه. عامله ايه يا منى؟ وحشاني. وانت كمان وحشاني قوي. ولسه حماتك بتطلع عندك برضك زي الاول؟ لا يا امي محدش بيطلع. ما انا عارفه، تلاقيهم فوق ليل ونهار، وانت مش عايزه تقولي لي عشان ما اعملش مشكله. بقولك مفيش حد بيطلع يا امي، انا قاعده في حالي وهي في حالها، وبنتكلم على قد الكلام وبس، ما بطولش ولا هي بتطول. طيب يا اختي، وانت لو اتجوزتي واحد عدل ما كانش حصلت المشاكل دي كلها. لا كان وقف يناطحني كده كلمه بكلمتها، يقول لي انا اهلي من حقهم يطلعوا البيت. خلاص يا امي المشاكل عدت وخلاص انتهينا. زي ما انا قلت لك محمود ما بيجيبش سيرتك خالص. هو يقدر يجيب سيرتي؟ ده لو جاب سيرتي هو ما يعرفش انا هعمل فيه ايه. المهم انت عامله ايه يا منى؟ الحمد لله يا حبيبتي انا كويسه جدا. لسه ما خلصتيش ورق العمره يا منى؟ لا خلاص على الابواب، انا بخلص كل حاجه. كل يوم بسيب العيال مع علي واروح انا بقى اخلص الاجراءات براحتي. علي؟ هو في زي علي؟ انا لو نسبت كل يوم مش هجيب نسب زي علي. دي كل يوم منى عندي وبتعدي عليا وتطمن عليا، مش زيك يا علا كل فين وفين لما تفتكري ان ليكي ام. هو في ايه يا امي؟ بدل ما اجي تقعدي نتكلم سوا ونضحك ونهزر، بدل ما تعوضيني على الايام اللي ما شفتكيش فيها، انا جايلك عشان تقطميني وتعملي فيا كده. عملتلك ايه؟ انت متخانقه انت وجوزي وهو ما بيجيبش سيرتك، قلتلك محدش بيطلع عندي. خلاص بقى، مش كل شويه مقارنات مقارنات. خلاص يا علا، خلاص يا ماما. خلاص ايه بس يا منى؟ ما انت شايفاها، انا جايه لها عشان وحشاني وعايزه اطمن عليها، تقعد تقولي وتسمعني كل الكلام ده؟ هو ده يرضي ربنا برضو؟ خلاص يا اختي مش هجيب لك سيرته تاني طالما بتزعلي عليه قوي كده. انا ولا بزعل ولا بتكلم، خلينا هنا مع بعضينا وخليهم هما كمان في حالهم هناك. ماشي يا اختي خلينا مع بعضينا. اوعي تنسي تدعي لي هناك يا منى. انساكي ازاي حبيبتي؟ ادعي لك انت وماما طبعا، وانا عندي اغلى منكم؟ ربنا يخليكي يا حبيبتي. طب اهدى بس شويه يا بابا. ما تقوليش اهدى يا محمود، انا اصلا زهقت من امك دي، ما تعرفش تعمل اي حاجه دلوقتي. هي خلاص خبتي ولا ايه؟ كبرتي وخرفتي. هقول لك اعملي لي اكل مسلوق، تروحي تعملي لي اكل مسبك. يا حاج ما انت طول عمرك ما بتحبش المسلوق. طول عمري ايه؟ انت ما بتفهميش، بقول لك تعبان، الدكتور كاتب لي كده. انا خلاص بقول لك تعبت منك، انت اصلا اللي معليالي الضغط، انت اللي بقيتي تعباني الايام دي. ليه كده؟ انا عملت لك ايه؟ خلاص يا بابا، انا خلاص بلا بتاع انت كمان. على فكره يا حاج انا بقتش صغيره ان انت تقعد تزحق فيا كده، تعمل اللي انت بتعمله. ابني واقف وعمال تشخط فيا. وكسر دماغك كمان طالما ما بتسمعيش الكلام اللي في دماغك يا حبيبتي بتعمليه. بقى كده يا حاج كتر خيرك. خيرك يا حبيبتي. هقول لك على حاجه، طب والله العظيم ما انت قاعده فيها. ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ ما هتروح فين يعني؟ اقول لك يا محمود ما تضايقنيش يا عم، انا عايز اريح اعصابي شويه. طول ما هي قاعده ما بتبطلش مشاكل، وانا الضغط بتاعي ما بقاش مستحمل.
قول لها اعملي لي كذا تعمل لي حاجه تانية خالص. بقى كده يا حاج كتر خيرك. شفت ابوك يا محمود، خليك شاهد عليه. بقول لك ايه يا امي، تعالي اطلعي عندي. لا يا محمود، انا مش عايزه اطلع عندك. اسمعي الكلام دلوقتي يا امي. هو متعصب شويه شويه كده وهيهدى، وهبقى انزلك تاني يا حبيبتي. ماشي يا محمود. يلا يا امي اسبقيني على فوق. ليه كده يا بابا؟ ليه كده؟ اسكت يا محمود، اسكت يا محمود، انا متضايق ومخنوق. خلاص يا حبيبي، انا هقعدها عندي لحد ما انت تهدى خالص. ماشي يا محمود، سيبني دلوقتي يا ابني. حاضر يا بابا. لا حول ولا قوه الا بالله. الواحده ما بتراعيش ان جوزها كبر في السن، بقى خلاص مش قادر، وبيبقى عايز كلمتين وبس، مش كتر الرغي ده كله. يا رب اهدي الحال يا رب. اتفضلي يا امي خشي. شفت يا محمود، شفت يا محمود اللي ابوك بيعمله فيا. معلش يا امي، راعي سنه برضه. طول عمره ابويا عصبي وخلقه بيبقى ضيق، بس بالرغم من ده كله قلبه ابيض، بيرجع ينزل على ما فيش. ابني والله ده بيقول الحاجه دلوقتي وينساها، وبعد كده يحملني الذنب انا. معلش يا حبيبتي. اقعدي يا امي، انت واقفه ليه؟ كنتش عايزه اجي عندك هنا يا محمود عشان ما يحصلش مشاكل تاني يا ابني، او علا تزعل ان انا طلعت. اي يا امي، علا عمرها ما هتزعل، كمان هتصل بيها، انا حاسس انها اتاخرت. الو، ايه يا علا؟ ايه يا محمود، عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس. اتاخرت كده ليه يا علا؟ انا نازله يا حبيبي اهو دلوقتي. طيب على مهلك يا علا. في حاجه يا محمود؟ انا كده قلقانه. لا ما تقلقيش والله ما فيش حاجه. حاولي بس تيجي على طول، يلا. ماشي حاضر، مع السلامه. اهي نزلت وجايه هي امي. ماشي يا ابني. السلام عليكم. عليكم السلام. تعالي يا علا. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه. ماما هتقعد عندنا كام يوم يا علا. والله اهلا وسهلا، انا احطها جوه عينيا. تسلم عينيك يا بنتي. عشان متخانقه بس هي وبابا شويه كده، وانا خدتها تقعد عندي. انت برضه بتقولي يا محمود؟ ده البيت بيتها طبعا. ربنا يخليكي يا علا. معلش يا بنتي، انا عايزه ادخل انام شويه. اتفضلي طبعا. وانا كمان يا علا هدخل اغير هدوم، انا تعبت. انا جيت من الشغل لقيت بابا بيزعق جامد قوي. ماشي يا محمود، خش رايح على ما احضر الاكل. ماشي يا حبيبتي. يا لهوي يا امي، لو عرفتي ان حماتي جت قعدت عندي هنا مش هخلص منك. هتعملي لي مليون مشكله، انا عارفه. انا احسن حاجه اسكت ولا اقول لها انها طلعت ولا جت، واخلي الحاجات دي بيني وبينهم. هو ده اسلم حل، منع للمشاكل. بقولك ايه يا امي؟ ايه يا حبيبتي؟ انا عماله ادور جوه على شنطه السفر بتاعتنا. انا قلبت الاوضه كلها ومش لاقياها. راحت فين بقى؟ شنطه السفر دي عند علا يا منى. عند علا؟ بتعمل ايه كل ده يا امي عند علا؟ ما هي من ساعه يا حبيبتي اخر مره لما خدتها عشان المصيف وهي ما جابتهاش. يا نهار ابيض، هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ ولا تعملي ولا حاجه، عدي عليها خديها. ايوه صح، انا كده ما قداميش حل غير كده. لازم اعدي عليها النهارده واخدها. انا كنت جايلك النهارده مخصوص عشان كده. معلش يا منى، ما انت لو كنت كلمتيني قبليها بفتره كنت خليتها جابتها. خلاص يا امي، مش مشكله، حصل خير. ايوه صح يا حبيبتي، حصل خير. طب انا دلوقتي بقى هلحق انزل عشان الحق اروح لها. طيب يا منى، بس اما توصلي بقى كلميني. حاضر يا ماما. لا حول ولا قوه الا بالله. وقت الدب مشوار لحد اختها. معلش بقى، هنعمل ايه؟ المضطر يركب الساعه. بقولك ايه يا ماما، احطلك تتغدي؟ لا يا علا، ماليش نفسي دلوقتي يا بنتي. لما يجي محمود هنتغدى كلنا سوا. طب احطلك دلوقتي اي لقمه؟ والله مش جعانه، لو جعانه كنت قلتلك. طيب ماشي يا حبيبتي. ايه ده؟ يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ يمكن محمود يا علا. لا يا ماما، هو انت نسيتي ان محمود معاه مفتاح ولا ايه؟ اه والله نسيت. طب روحي شوفي مين يا حبيبتي، لحسن يكون عمك الحاج محتاج حاجه وبينده عليك يا علا. طيب حاضر، انا رايحه اهو. ايه ده؟ منى؟ هي يا علا مالك؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، تعالي اتفضلي. ايه ده، هي مامة محمود هنا؟ اه يا منى، ازيك؟ الحمد لله انا كويسه. ما قلتليش يعني يا منى ان انت جايه؟ انا محتاجه استئذان عشان اجيلك ولا ايه يا علا؟ لا يا حبيبتي، مش قصدي عشان ابقى عارفه انك جايه يعني. عامه انا كنت بدور على شنطه السفر عند ماما عشان احضر شنطه السفر بتاعتي، وما لقيتهاش، وماما قالت لي انها عندك هنا. ايوه فعلا، هي عندي هنا من ساعه المصيف. طب اقعدي طيب لما ادخل اجيبها لك. لا معلش، اصلي متاخره وما عنديش وقت. خشي هاتيها بسرعه يا علا عشان امشي. حاضر يا منى. انت مسافره رايحه فين يا بنتي؟ رايحه اعمل عمره يا ام محمود. ما شاء الله، عقبالي يا رب. عقبالك ان شاء الله، ربنا يكتبها لك. تعيش يا بنتي. خدي يا منى الشنطه اهي. شكرا يا علا. بقولك يا منى، بقولك ايه يا منى، اوعي تقولي لماما ان ام محمود قاعده هنا عندي. انت عارفه كويس قوي امك هتعمل ايه لو عرفت ان امه قاعده هنا عندك. عشان كده بقولك ما تقولهاش، لانها متخانقه هي وحمايه طردها من البيت، وطبعا كان لازم تطلع هنا عندي. امال هتروح فين يعني؟ دي ظروف خارجه عن ارادتي. بس بالله عليك يا منى، ما تحكيش لامي حاجه، تخليش النفوس تشيل من بعضها اكتر من كده. طب ما انت كنت عند امك امبارح، ما قلتلهاش ليه ان امه قاعده عندك؟ بقولك انا اللي مش عايزه اقول لها عشان ما يحصلش مشاكل، والدليل ان محمود رضي يسمح لي ان انا اروح عند امك امبارح بالرغم ان والدته قاعده معانا.
بس امبارح اما قلت له ان انا عايزه اروح عند امي قال لي روحي، وانا فعلا رحت. ماشي يا علا براحتك، عشان خاطر يا منى ما تقولهاش، انا مش عايزاها تزعل. ان شاء الله. يلا مع السلامه. مالك يا علا؟ ابدا، ماليش سلامتك. الله يسلمك يا بنتي. انا هدخل بقى يا ماما اروق الدولاب عشان فعلا محتاج يتروق. طيب يا علا ماشي. لا حول ولا قوه الا بالله. هو في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. يا علا وشها اتغير ليه كده؟ هعمل ايه يا رب دلوقتي؟ انا ما كانش في بالي خالص ان منى تجيني. يا نهار ابيض، دي ماما. اكيد منى قالت لها. انا عارفه منى مش هتسكت. الو. ايوه يا امي. امك يا عديمه التربيه بتدخلي اهل جوزك عندك يا علا بعد كل اللي حصل ما بيننا ده؟ بتدخليهم بيتك يا امي؟ طب افهميني، هي متخانقه هي وحمايه، محمود اللي جابها هنا. ارد اقول ايه يعني؟ تردي تقولي لا، سيبي له البيت وتمشي وتيجي عندي وتقولي له كرامه امي قبل كرامتي. لكن اقول ايه؟ انت ما عندكيش كرامه ولا عندك احساس بامك، وجاياني امبارح وقاعده عندي وعامله نفسك ان محدش بيجيلك، تلاقيها قاعده امبارح عندك. انتوا حبايب دلوقتي يا علا؟ والله ابدا يا امي، انا عارفه ان حماتي هي سبب مشاكل كتير قوي كانت في حياتي، وكتير قوي كان محمود بيضربني وبيشتمني بسببها، بس خلاص المواضيع دي انتهت. دلوقتي انا مفيش في ايدي حاجه. انا مش بقول ان هي ملاك ولا حاجه، بس انا اعمل ايه؟ انا مفيش في ايدي اي حاجه اعملها. مش من حق اهل جوزك يجوا عندك يا علا. طب وانا اعمل ايه دلوقتي يا امي؟ تلمي هدومك وتسيبي البيت وتيجي. طب ليه يا امي اسيب البيت واجي؟ ليه اعمل مشكله بدون مشكله؟ ستي هي هتقعد شويه لحد ما جوزها يراضيها وتنزل. اسيب انا بيتي ليه؟ تسيبيه عشان خاطر امك وعشان خاطر رضا امك، يا اما كده يا علا اعتبري اني مالكيش ام، وقلبي وربي غضبان عليكي لحد يوم الدين. طب ليه؟ ليه كل ده؟ هو كده بقى، انا مش هرضى غير بخراب بيتك يا علا، وبالتالي ارضى عنك. لكن غير كده يا علا قلبي وربي مش هيبقى راضي عني. اعتبري اني مالكيش ام، سمعتيني يا حبيبتي؟ يلا مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هسيب البيت وامشي؟ طب هبقى حجتي ايه؟ الناس هتقول عليا ايه؟ مفيش بيني وبين جوزي مشكله وما حصلتش مشكله عشان امشي، يعني فجاه كده الم هدومي وامشي واقول له عشان خاطر امك قاعده؟ ما هي قاعده بقى لها يجي 10 ايام. اعمل انا دلوقتي يا ربي؟ بالله عليكم قولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي؟ هي كده قررت انها هتخاصمني، هتقاطعني العمر كله. لو فكرتي ان انا مرجعش البيت عندها واخلي حماتي هنا لوحديها، طب انا ذنبي ايه في كل اللي بيحصل ده؟ الله يسامحك يا منى يا اختي، انت السبب. لو ما كنتيش قلت لها ما كانش حصل مشكله. هي السبب في اللي حصل ده، وامي مش هيرضيها غير خراب بيتي عشان بس ترضى عني. طب اعمل ايه واختار مين؟ انا عارفه انها امي في الاول وفي الاخر، وعارفه ان ما ينفعش اللي بيحصل ده، بس انا غصب عني. اعمل ايه؟ ازاي تحكم عليا ان انا ما ادخلش اهله بيتي؟ مين هيقبل على نفسه كده؟ وبعدين انا ما فيش ما بيني وما بينهم خلاف. حماتي كانت عامله لي مشاكل وكانت بتخلي اوقات كتير قوي محمود يضربني ويمد ايده عليا، بس خلاص هعمل ايه؟ بقول همشي الدنيا عشان خاطر بيتي، ومحمود ما بيمنعنيش عن امي خالص وبيخليني اروح لها. ليه هي بقى تعمل كده؟ ده انا كل ما بروح لها ما بتبطلش شتيمه عليه وعلى اهله. انا بجد تعبت، يا ريت تقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي؟ اراضي امي ولا اراضي جوزي واقعد هنا في البيت؟ يا ريت تعرفوني اعمل ايه. والله يا علا الله يكون في عونك، مامتك دماغها صعبه قوي، دي المفروض هي اللي ما تحبش خراب بيتك، مش هي كل اللي هاممها ان انت ترجعي عندها عشان طبعا تبقى انتصرت على حماتك وعلى جوزك. لا بصراحه انا مش معاها خالص في اللي هي بتعمله، الموقف اللي عملته ده غريب قوي. وانت اولوياتك جوزك وبيتك يا علا، طالما هو ما جاش عليكي ولا في مشكله حقيقيه ما بينك وما بينه. وعايزاكي كمان ما تكلميش امك دلوقتي خالص، سيبيها لما تهدى خالص. يمكن دلوقتي من كلام اختك الله يسامحها هي كده اتعصبت واتنرفزت. بصراحه انا متضايقه من موقف اختك قوي يا علا، عيب اللي هي عملته ده. الغرابه ان انت قلت لها ما تروحيش تقولي لها، ومع ذلك راحت تقول لها. لا واللي مضايقني اكتر انها راحت تعمل عمره. ايه الناس دي بجد؟ وانا واثقه بقى ان الطلاق اللي هي بتحرضك عليه ده هي اول واحده مش هتستحملك ولا هتستحمل عيالك. هقعدي في بيتك يا علا طالما مفيش مشكله حقيقيه ما بينكم وبين جوزك. وانت في بدايه الحكايه وانت كابه قايله ان كل واحد في حاله، وهو صراحه ما بيمنعكيش عنها، يبقى هي عايزه ايه تاني بقى؟ ويا جماعه كل مره بقول لكم لو سمحتوا نمسك لساننا شويه، لو في حاجه هتعمل مشاكل ما نقولهاش. الاخت دي اللي رايحه تعمل عمره وقعت الدنيا كلها ببعضيها، والامهات الاتنين واحده بتسبب مشاكل والتانية عاوزه تخرب البيت كله، وطبعا اللي مطحونه عيني في النص ما بينهم هي الزوجه. والله الله يكون في عونك يا علا. وبصراحه يا علا مامتك كمان ملهاش انها تتدخل ان حماتك عندك ولا لا، يعني هي هتمنعها من بيت ابنها؟ مامتك غلطانه غلطانه. زي ما قلتلك سيبيها بقى لما الامور تهدى كده شويه وخفي من روحك هناك، بس اطمني عليها كل شويه. واختك دي خلي بالك منها، مش كل حاجه تقوليها لها، لان من الواضح كده انها ما بتعرفش تمسك لسانها خالص. الله يسامحها بقى على اللي عملته. وعامه انت برضه هتسمعي راي المتابعين، هيقولك تعملي معاها ايه وتتصرفي ازاي، وربنا يصلح حالك يا رب. وفي النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه قوي اللي بتفرحني. وبالله عليكم ما ننساش اللايك والتعليق الجميل علشان دي الحاجه الوحيده اللي بترفع الفيديو. وان شاء الله القناه هتكبر وتكبر بكم يا احلى عيله في الدنيا.
وفي الاخر عايزين كلنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، علشان دي الحاجة الحلوة والحسنة اللي هتقعد لي وتقعد لكم ان شاء الله.